صباح الخير عليكم. شوف اللي ما يتسموش بيستخدموا الإعلام إزاي وبيطلعوه في تبرير ما يفعلونه من مجازر في حق الشعب الفلسطيني وإيهام العالم إن هم بيحاربوا الإرهاب. بص الفيديو ده. هذا الفيديو أغضبني. لماذا؟ خليكم معي. لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم. الله ونعم الوكيل فيكم. اللي شوف فخاي واقف في خرابة بيصور لك مدى الكارثة اللي حصلت له وبيهدف عدد الضحايا، والأبطال يقول لك راح مننا ملايين الملايين. ده غير الأسرى اللي الناس كلها شافت طريقة معاملتها، واللي تم فك أسرهم كانوا طالعين بيتكلموا عن حسن الضيافة. وده عايز يصور للعالم حاجة تانية خالص، دي لعبتهم وهو ده الإعلام بتاعهم. بص الفيديو ده. تواجد هنا في كيبوتز بئري في المنطقة الجنوبية غلاف غزة التي شهدت أبشع المجازر الوحشية على يد عناصر حماس دواعش. فالفظاعة تخطت حدود الإنسان، وكان الضحية البربرين بينهم أطفال ورضع ونساء. قتلوهم هؤلاء أشبال الرجال بعد أن استوقوا عليهم وعذبوهم، لا ذنب لهم سوى أنهم إسرائيليين. فأشباء رجال خطفوا العديد من مواطنينا وشبابنا بطريقة داعشية فظة. طبيعي أنا مش هاخد المدنيين انزلهم تحت نفق، اصلا ما بياخدش اتنين رايح جاي، ما بياخدش اتنين بني ادمين. هاخد سكان منطقه وانزلهم تحت الارض، كلام ما يعقلش ومش هيحصل. النسبه اللي هو بيقول عليها دي حمايتهم مسؤوليه الامم المتحده. لما تخيل ان الامم المتحده اساسا مش قادره تحميهم، يبقى هم اللي هيحموهم. او ما هو كلامه مظبوط، يعني هو الراجل ما بيفكرش في النسبه دي، شالها من دماغه بسبب ان الامم المتحده نفسها هي المنوطه بحمايتهم ومش قادره تحميهم. يعني انت بتعرض الفيديو ده عشان تثبت خيبه الدول العظمى والشعارات اللي بتستخدمها، وكلها كذب في كذب وتزييف للحقائق. بحيث ان انا كمقاومه معايا سلاح زيك ولا بمتلك الامكانيات اللي انت بتمتلكها، بحيث ان انا احميهم. هما بيستخدموا الاعلام في الحته دي. الاعلام ده بيبني رعوب، هم شاطرين في ان هم يبنوا عقول الناس، عقولهم خالص من عقل تاني خالص يفكر بيه بطريقه تانيه مختلفه غير الواقع الحقيقي. دلوقتي في تزييف للحقائق، بقى في تكنولوجيا ان انا اجيب لك اي شخص واخليه يقول اي كلام وتشوفه فيديو وتصدق الكلام ده. في حاجه ثالثه عايز اتكلم عليها، بيومي فؤاد واللي عمله في موسم الرياض. عشان مش بيومي فؤاد لوحده هو اللي عمل كده، بغض النظر ان هو كان بيلقح على زميل ليه ان هو ما جاش بطريقه سخيفه، ويقول احنا مش جايين نضحك الناس، ان احنا جايين بنعمل شغلنا. شغلتك ايه؟ ما انت بتضحك الناس عادي. ايه المشكله؟ ان انت بتستعرض ان انت مثلا ممثل كوميدي في ظرف من الظروف انت مش هتقدر تطلع تأدي عملك الكوميدي اللي هيضحك الناس. انت حطيتها في اطار خلى شكلك انت كل الناس تستحقر اللي انت عملته. مش تركي الشيخ اللي هتاخد عنده بونت، مش عيل صغير ربنا كرمه بشويه فلوس عايز يتحكم في الناس، هو ده اللي هتاخد عنده بونت على حساب واحد زميل ليك. لانك لما تعمل كده حتى واحد ابن بلدك. في رساله تانية عايز اوجهها